كيف يفطر الإنسان بعينه؟ أيأكل بعينه؟ لا، إنه جواله ينظر الحرام ويهتك حرمة الملك العلام. وهذا المسكين فعل الزور وارتكب الزور وخدش الصيام. والبعض معاشر الأحباب يسمع ما يخدش الصيام. لذلك دعوة، ما رأيكم الذي أدمن الجوال وإدمانا لا يستطيع تركه، ما أجمل أن تعطيه إجازة، دعوة أن تعطيه إجازة، أن توقف أجهزة التواصل هذا وتجعل الجوال اتصال فقط، وتكتفي بالرسائل النصية فقط، وتغلق عنك هذه البرامج التي سرقت منك السكينة وسرقت منك الخشوع وجعلتك أحيانا تزني عينك رغما عنك، وتفتح يوتيوب وتنظر حرام وتزلف إلى بوابات الحرام. أما تصوم عنها؟ أما تصوم عنها لتجد لذة وسكينة؟ والله تجد طعما جميلا